في يوم جه راجل للإمام مالك وقال له: يا إمام، أنا راجل تاجر وليا أم، كل ما تيجي عندي البيت بدلها مصاريفها، وكل حاجة بتطلبها مني بنفذها لها، ده غير علاجها وأكلها وشربها، كل ده عليا أنا. بس مراتي دلوقتي زعلانة مني وبتقولي مش لازم كل مامك تيجي عندك تديها فلوس، الفلوس دي أنا وعيالك أولى بيها. أنا دلوقتي مراتي مش عايزاني أدي أمي أي حاجة وأنا مش عارف أعمل إيه. الإمام رد عليه وقال له: ما تسمعش كلام مراتك، ادي أمك كل اللي تحتاجه واصرف عليها، وإياك تنسى إن الأرزاق دي من عند ربنا، كل ما توسع على أمك ربنا هيوسع عليك، وكل ما تراضي أمك ربنا هيراضيك. الراجل خرج من عند الإمام مالك وهو مقتنع، لكن بتعدي الأيام وظن مراته لسه شغال، ومع الوقت بدأ يسمع كلام مراته. وفي يوم أمه جت عنده كالعادة، فقال لها: اسمعي يا أمي، أنا دي آخر مرة هديكي فيها فلوس، بعد كده أنت ملكيش عندي حاجة، وأنا مش عايزك تيجي عندي هنا خالص. أمه خرجت من عنده مكسورة الخاطر وقالت له: حاضر يا ابني، أنا هنفذ كل كلامك. بعدها الراجل خرج في رحلة تجارة عشان يشتري بضاعة يتاجر فيها، وهو في الطريق خرج عليه قطاع طرق، وقفوه وخدوا منه كل فلوسه وضربوه ضرب موت، لغاية لما الراجل وقع على الأرض مرمي مش عارف يتحرك. فضل مرمي لغاية لما شافوه تجار من أهل قريته وعرفوه، فرجعوه معاهم على بيته. وأول لما أمه سمعت باللي حصل كانت هي أول واحدة تجري عليه وتشوفه. الراجل لما شاف أمه مقدرش يرفع إيده ويسلم عليها، قال لها: إيدي اللي كانت بتديك الفلوس اتشلت، مش عارف أسلم عليكي ولا أرفعها. الأم رفعت إيديها للسما وقالت: يا رب، لو كان ده عقاب منك ليه وإيده اتشلت بسببي، فيا رب زي ما شلت إيد ابني بقدرتك ردها ليه برحمتك. أول لما أمه رضيت عليه ودعت له، الراجل إيده خفت وقدر يحركها من تاني. الخلاصة إن اللي بيظلم أمه ربنا بيعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، لأن الأم دي حتة من الجنة ماشية على الأرض، يوم ما تموت أمك هتتقطع الرحمة بتاعتك من الأرض، هينادي عليك الملايكة ويقولوا لك ماتت اللي كنا بنكرمك عشانها. الأم هي الوحيدة اللي هتخاف عليك أكتر من نفسك، هتقطع من نفسها عشان تديلك. لو ليك أم اكرمها وبوس إيديها واعرف قيمتها، عشان لو ضاعت منك عمرك ما هتقدر تعوضها تاني.